يا مساء الخير، يا مساء السعادة على أجمل عيون حبايبي، ورجعت وياكم بروتين جديد إن شاء الله يعجبكم. شلونكم حبايبنا؟ إن شاء الله تكونون بصحة وخير وعافية، آمين يا رب العالمين. أهلا وسهلا بكل متابعيني وكل المشتركين الجدد اللي اشتركوا وانضموا لقناتي وأصبحوا جزء من عائلتي، على عيني وعلى راسي حبايبي، وشرفتوني ونورتوني. طبعا هنا بديت هاي فقرة المسواق بنات. هنا كان هذا مسواقنا الأسبوعي. كان بنات محضرة أني طبعا منظمات الثلاجة غاسلتهن ومجهزتهن، وراح ابن الله يخليه ويحفظه يجيب لنا المسواق. وهنا أنا بنات المسواق هو ليمون وبرتقال عرموط والخيار وبصل وبتيتة وطماطة وخير ونعمة من رب العالمين. وهنا جبنا طبعا لحم الكفيل، هذا اللحم المثروم. بنات هاي جاب نصين، كل النص بوحيدة، هاي نستعمله للدولمة للكباب، وإن شاء الله أكيد هم راح أشارككم بهن. هنا طبعا بعد ما عزلت المسواق وكملته، هنا أنا طبعا جيت أسلق الباجلة. وهنا حبايبي محضرة أني ومجهزة كل شيء. طبعا الغراض مالت الدولمة، وهي طريقتها سهلة وبسيطة، وكل وحدة مسويتها وكل شرايات بيوت ومعدلات. وإن شاء الله يا ربي ما يحرمنا من عدكم ومن طلتكم الحلوة علينا. هنا أنا طبعا جيت هنا أغسل السلك، والسلك أكثر من مرتين أو 3 مرات أنا أغسله. لأن تعرفون انتم هاي خاصة هاي الخضروات بنات هي بيها رمل يصير وبيها تراب. البنوتات اللي ويانا اللي طبعا يتعلمن او يشوفن يعني الفيديو ويطبخن، دائما الخضروات غسلوها هواي. يعني اذا سلق او خضرة ايش ما تغسلينها انتي تستنظفينها بالمي. يعني واغسلها انا ارجع هسه راح انقعها بنات، وبعدين اغسلها ورقه ورقه، ما صورتها وياكم لان الفيديو يصير كلش طويل وتملون من عنده. عندي هنا أنا طبعا حبايه بوتيته واحده او راس بوتيته، ثرمته بهذا الشكل الناعم. وطبعًا هي أنا طبعًا عندي الدولمة هواية بقناتي منزلتها، بس حبيت للمشاركة أشارككم يومي. راح تقولون أم علي وينِك وماكو؟ والله بنات البارحة يعني هم كان بنتي عندها امتحان فما نزّلت، والثانية عندها ملا وكمّلتهن، وقلت اليوم أنزّل حبايبي لأن اليوم دوامهن ظهري وما عندي يعني كمّلت كل شغلي وجيت هنا. طبعًا هنا نقعت التمن أو نقعت اللحم هنا على مود يفل عندي شوية. والتمن خليت كوبين تمن طبعا التمن هو كل واحد حسب أفراد عائلته. هنا حبايبنا عندي البوتيه العفو بنات صارت سحق. عندي الباجلة بدأت تستوي، هنا أنا أصيها. عندي هاي العضود غاسلتها ومكملتها، انتم شو يسمونها؟ عضود سيقان؟ لا أنا أسميها عضود. مسمياتنا هاي أبد إحنا منعوفة. هنا عندي البصل هذا فتح من خليته شوية بالمي الحار وفتحته، وعلى مود بنات بلف يعني ينطي نفسه. هنا خليت طبعًا البوتيتا وخليت الكرفس، وهنا عندي هذا البصل هم ثرمته كله بشكل ناعم. بنات هنا عندي الدولمة أني ما أستخدم لها محضرة الطعام لين تنمرد عندي فرد مرة ويطلع بها هواي سوائل. هنا خليت اللحم، واللحم أنا قلت لكم طبعًا حتى اللحم بنات لمن فل هم شطفته يعني من يعني واحد يسمى عليه، وجيت هنا خليته وضفت التمن عليه. وكل واحد حسب رغبته إله حموضة والحلاقة اللي يدخلونها، لأن هواية عندنا حبايب طبعا وشايفة فيديوهاتها من حبايبنا بالبصرة من محافظات الجنوب، الله يخليهم ويحفظهم يا رب العالمين، كل محافظاتنا العراقية. إن شاء الله رب ما يحرمنا من عندكم. وأكيد أكو ويانا حبايب مشتركات هنا ويسمعن، أشوفهم يخلون أكو بيهم دبس، يخلون بها حلاء أو شكر. فبنات أنا هاي ما مجربتها لأن هم يحبونها، إحنا يحبون بها حموضة. وكل واحد طبعًا حسب هو رغبته ورغبة عائلته. هنا خلّيت طبعًا بهارات دولمة، وخلّيت قليل من الكمون. جيت ضفت الليمندوزي، ليمندوزي أو ملح الليمون هواية طبعًا ناس تسميه، وهم إله مسميات. وطبعًا ما ننسى رشة الملح لأن عندنا شلون يكمل طبعًا الجدر بدون الملح. هنا أنا عندي طبعًا المعجون بنات، هنا هذا المعجون أنا أخليه بالفريز لأن بعد ما أشلع أو نشيل القبق مالته أنا أخلي له بنات هذا الغطاء البلاستيكي المحكم، هذا كلش يعني فايدني. عندي هو إجن بباكيت هواي يعني إجن 6 أو 8 قطع، فنوبات أخليهن من أحتاجهن يعني على الأشياء تبقى مكشفة. هنا أنا خليت طبعًا خليت ليمون، ما اكتفيت بالليمندوزي، حبينا بيها طبعًا ليمون يكون طبعًا فريش. وهنا أنا خليت الزيت وخليت العضود وخليت البوتيتا، سويتها دوائر بهذا الشكل. وهنا ما ننسى دبس الرمان،
تتعادل عندنا طبعا الحموضة والحلا، تصير يعني توب توب. والله يا بنات هو كل شي خير ونعمة من رب العالمين، أهم شي الصحة والعافية والستر والرزق من رب العالمين بعد، وكل شي خير ونعمة. اللهم ربي يشبع كل جائع بحق محمد وآل بيت محمد. هواية بنات عندنا طبعا دائما يقول لنا أم علي فدوى ادعينا، وإن شاء الله ما ننساكم بالدعاء إن شاء الله. طبعا هواية قال لنا أم علي ما أتين ذرية، اللهم ربي يرزق كل وحدة محرومة الذرية، آمين يا رب العالمين. كل وحدة وكل وحدة ما عندها بيت، النجاح وتوفيق الجميع أولادنا وطلابنا، آمين يا رب العالمين. بنات والله الدعاء حلو، من واحد يذكر يعني واحد وجاره وأخوه، أنا جاي أدعي هسه للكل والله يعني بدون استثناء، قاعدة أقول للجميع آمين يا رب العالمين، يعني اللي يعرفه واللي ما عرفه. وهنا طبعا نرجع للفيديو مالتنا، وهنا أنا كملت أول طبقة، هنا خليه طبعا الباجلة أو خليه طبقة البصل حشيته وخليته. وهنا خلينا هنا هاي الملكة الفلفلة، هنا طبعا احنا الفلفلة ما يحبونها، يعني ياخذون بس اللي بداخلها وبعدين يعني ما ياكلونها. وهنا جيت طبعا ألف، طبعا اللي ساعدني بالتصوير هنا علي، اليوم ساعدني، قلت له والله يما تعبانة وشوي ساعدنا بالتصوير. اجى هنا طبعا اخذ لي لقطات. وهنا حبايبنا لا تنسونا طبعا من تشاركونا الفيديو ويا الأهل ويا الأصدقاء، أكون ممنونة من عندكم. وهنا طبعا جينا نخلي الطبق مالت السلق، هاي راح نخليها داير مداير الفلفلة الملكة، وبقت هي هنا هاي شوفوها. طبعا بنات والله بقى من عندها الحشوة، بقى خير من طبعا خير ونعمة من رب العالمين. سويت جدر ثاني، هذا شوفوا صار جدر يعني صغير هيك وسطاني، وما خليت بيه بصل، خليت بيه بس طبعا سلق، وخليته بالثلاجة. وهنا طبعا بعد ما خليتها شفت المي مالتها، خلطت لها معجون شوية، وخليت لها دبس الرمان وشوية ليمون دوزي. هاي بنات الجذر الثاني، شوفوا هذا صار عندي من الحشوة اللي بقت، راح احتفظ به. وهنا بنات طبعا قلت لكم خليت لها هنا مي قليل ومعجون وليمون دوزي، وصار بهذا شكلها على قد ما يغطيها. وهنا اجيت اقلبها وياكم، وهذا شكلها، وسهمنا وسهمكم ألف عافية يا رب. هنا صارت الريحة ترست البيت، ترس ريحة الدولمة تجنن أو طعمها يخبل. ولا تنسونا حبايبي باللايك، أكون ممنونة من عندكم. هنا طبعا عندنا هاي العضودة يحبنها البنات، طبعا هي نازلة هنا الحموضة والملوحة كلها بالعضود والبوتيتة، لأن هي صارت طبعا نقول بقاع الجدر.